ايه ده؟ انتوا بتحبكوها كده ليه؟ ده زي اخويا. انتي، ايوه انتي اللي عاوزه تختلطي بالاولاد. لو عايزه تختلطي بولاد تعالي لما اقولك شويه حاجات تعمليها. اول حاجه لازم تعمليها وانتي بتختلطي بالاولاد هي انك تخلي بالك من صوتك. ايوه من صوتك، يعني ما ترقيهوش قوي وكمان ما تعليهوش، لازم كده يكون متزن. هتقدري تعملي ده؟ يعني في ضحكة عالية او في ميل او كده، انت كده ممكن يكون صوتك مثير بالنسبة للولاد. ما هو الصوت الناعم ده يعني حاجة مش طبيعية. الطبيعي اننا نتكلم كده عادي. هتقدري تعملي ده؟ هتقدري انك تحافظي على صوتك زي ما هو طبيعي وما تضحكيش بصوت عالي او ما تعليهوش او ما توطيهوش قوي؟ لو تقدري تعملي ده فيا ست اختلطي بالولاد. تاني حاجة لازم تخلي بالك منها وانتي مختلطة بالأولاد، زمايلك بقى في الجامعة، زمايلك في الشغل، في أي مكان، لازم تخلي بالك من الطريقة اللي انتي قاعدة بيها. يعني ما تحطيش رجل على رجل، يعني ما تقعديش وانتي لابسة بنطلون تقعدي كده ورجليكي مفتوحة، يعني وانتي ماشية تخلي بالك من مشيتك. هتقدري تحافظي على كل الخطوات دي وانتي بتختلطي بالأولاد؟ عندك بقى شلة الجامعة، عندك زمايلك في أي مكان، فانتي لازم تحافظي على القعدة بتاعتك وسطيهم وتحافظي على طريقة مشيتك. صعب جدا انك تبقي رسمية قوي وتفضلي محافظة على كل حاجة، على صوتك وعلى حركاتك وعلى قعدتك وعلى مشيتك وانتي وسط مجموعة من الولاد. كمان في حاجة تانية، خلي بالك من حركات ايديكي والاشارات والتلميحات والحاجات دي. انت لو في مجموعة بنات بتقعدوا تهزروا مع بعض وتهزروا بالايد وتحطي ايديكي على كتفها وتقعدوا تهزروا بايديكم، لكن وانت في وسط الولاد مش هتقدري تعملي ده. ولا بتعملي ده؟ اوعي تكوني بتحطي ايديك على كتف زميلك، انت كده بقى دخلتي في حتة تانية خالص. ما ينفعش انك تعملي حركات بايديكي او انتي تحطي ايديكي على كتفه او على رجله والكلام ده اللي ممكن نعمله مع صاحباتنا. فالامر بيبقى صعب جدا انك تحافظي على كل حاجة بدقة. لو انت اخترتي انك تختلطي بالولاد وتبقي جوه مجتمع الولاد وتقولي احنا اصحاب وشله بنات وولاد، يبقى لازم تخلي بالك من المحظورات كلها. هتخلي بالك من صوتك، من حركاتك، من قعدتك، من مشيتك، من ضحكتك، من كل حاجه. علشان كده ربنا كرمنا وقال لنا ان الاولاد يبقوا يصاحبوا اولاد والبنات يصاحبوا بنات، ولا متخذات أخدان. يعني ما ينفعش إننا نصاحب ولاد، بنت تصاحب ولد وولد يصاحب بنت. زمايل دراسة، زمايل عمل، بيحكمنا إطار شرعي معين وهو الزمالة، وبيبقى المعاملة في حدود العمل أو في حدود الدراسة. لكن بقى صاحبي واخرج معاه واحنا شلة أصحاب ونقعد في مكان وناكل مع بعض، وخاصة كمان في الجامعة، فده يعني هيبقى مرهق ليكي انت. لو انت عايزه تحافظي على صورتك وعايزه تحافظي على شكلك كده، يعني ما هو انت لو بقيتي متساهله مع الولاد هم كمان هياخدوا عليكي، وبتبقى في نتائج تانية مش كويسه، والولاد بيبداوا يفكروا فيكي بطريقه تانية خالص. لازم نعرف ان طريقه تفكير البنات غير طريقه تفكير الولاد. اللي انت بتاخديها عادي وبتعمليها عادي ممكن الولد يكون بيفكر فيه بشكل تاني. فخلي بالك لو عايزة تختلطي بالولاد فخلي بالك من كل النقط دي، وانا بنصحك انك يكونوا اصحابك بنات وبلاش تختلطي بالولاد. وبكده اكون خلصت كلامي وانت عليك الاختيار. سلام.